حلقة جديدة وهي الحلقة التانية من سيرفر جيمز كرافت، الحلقة التانية اللي هنكمل فيها بناء البيت. قبل ما نبدأ اعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس، قولك تحت في الكومنتات لو السلسلة عجبك، اعمل شير مع اصحابك علشان اصحابك يشوفوه. وبس خلونا نبدأ السلسلة. طيب خلونا اول حاجة نخش نعمل اكس، علشان احنا لما هنعمل الاكس هنعمله ليه بقى؟ قولوا ليه. احنا عملنا الدور الاول بس لسه ما كملناش الدور التاني، فطبيعي نعمل اكس علشان عايزين نروح نكسر كده خشب زي اللي ورا ده. فخلونا نروح في الرحلة الاستكشافية لتكسير الخشب. طيب زي ما انتم شايفين كده احنا رايحين في رحلة استكشافية لتكسير الخشب دلوقتي. رايحين بندور على الخشب اللي من النوع التاني احنا كنا بنبني بيه البيت، وهنفضل نلف عليه كتير جدا 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 لاني مش فاكر الاحداثيات، فمش مهم. خلونا يعني نلف وكده، نلف رايحين جايين رايحين جايين نكسر بس الخشب ده برضه لاننا هنحتاجه، مش هنحتاج التاني، بس احنا محتاجين الابيض ومحتاجين كل انواع الخشب. فخلونا نكسر كله، نخلي الدنيا يوزر كلير علشان الوحوش اللي بتولع تولع وما تقتلناش. نكمل كده تكسير الخشب، نكسر من ده برضه، احنا محتاجين من ده، محتاجين من كل انواع الخشب عشان نعرف نكمل البيت. ننزل نعوم عشان نروح نعدي الناحية التانية نشوف الخشب. ماشي خلونا كده ايه بندور على الخشب. طبعا تايه ومش فاكر الأحداثيات، فخلونا ناكل كده. طب بصوا انا هروح ادور عليه ولما تلاقيه هرجع البيت وبعدين هرجع له. طيب واخيرا بعد 10 دقايق معاناة من البحث عن هذا الخشب اتلاقيته، فتلاقيت منه يعني كمية قليلة، بس انا كده كده مش محتاج منه كتير، يعني ده انا هكمل بس عمود واحد بس، يعني مش محتاج منه كتير. خلينا نبني، هسرع الحتة دي. طيب يا شباب زي ما انتوا شايفين اهو، انا هنا كسرت العمود ده، ان لقيت ان مساحته اطول من مساحة العواميد التانية، فعموما يعني ما يشغلناش حاجة. خلينا بس كده نكمل ولا يهمني اي حاجة. الخشب هيخلص هنروح نجمع خشب تاني، هيخلص هنروح نجيب خشب تاني. يلا بينا نروح نجيب خشب تاني، الخشب موجود بكثرة مش صعب يعني. ده الخشب ده منتشر اكتر من الخشب التاني، ده الخشب التاني هتلاقيه على ارتفاع 1000، ده جنب على طول ارتفاع 250 260، مش بعيد يعني خالص على البيت، قريب جدا من البيت. خلينا كده جمع شوية حلوين اهو زي ما انتوا شايفين كده. نشوف دول هيعملوا لنا قد ايه. ماشي استاكوا، عملنا كذا استاك، اما لو هم استكنوا شوية، بس احنا عايزة اقفل التلات استكات، فخلينا نكسر كده شوية خشب كمان عشان نقفل التلات استكات ونكسر خشب ابيض. ماشي خلينا برضو نحل الخشب الابيض، نشوف هل الخشب الابيض هيعمل لنا قد ايه. استكنوا 11 واحدة كويس، ده جنب مننا 3 استكات و20 واحدة، يعني 3 استكات وتلت. فقلت اما ارخم شوية على النحل، اتلاقيتهم طلعوا يجروا ورايا، وساعتها كان في سكيلتون وقف يتخانق معاهم، قام كريبر جه موتني. قلت له حبيبي تسلم كتر خيرك، كنت عايز اروح البيت بسرعة. قمت هنا بقى قعدت اكمل اهو علشان نخلص البيت. لقيت هنا حتى زيت حطيت ولا يهمني، اضطريت اعمل كل عمود كده. ماشي وقعدت قلت مش مهم، هطلع واكمل تاني ومش هيأس، يعني ايه يعني حتة وقعة مالها يعني الوقعة، وقعت مت. طب ما تكلمش تاني، اطلع كمل. زي ما انتوا شايفين انا اهو بكمل هنا العمدان كده، انا خلصت عواميد البيت كله. وخلونا كده نقفل بقى السقف، نعمل السقف. احنا لينا حق برضو اننا نعمل السقف، ولا انتوا شايفين ايه؟ مش لي حق ان انا اعمل سقف؟ انا اكيد يعني مش عايش في بيت ضلمة، انا مش عايش في قبو. انا كنت بحسس هنا عشان امشي، عشان اعرف اجيب النور. قلت اما اعمل شوية تورشات، بحثت كده وجبت تورش وبدأت انور في البيت عشان الدنيا متبقاش ضلمة. قلت اما انور في البيت، حطيت هنا 2 وهنا كمان 2 اهو،
اللي عشان بنعمل ايه دلوقتي هتفهم. قفل بس ده الأول، هات الباب الزيادة ده واقتل دول. هنقتل بس الأول في الحيوانات عشان الأكل، عشان محتاج الأكل. ماشي، حطهم كده وشويهم. هات دول طبعا عملت استون عشان الحلقة الجاية. عاوز انزل كهف، اطلع حط ده فوق ونام واصحى الصبح. ظبط بقى التشيستات، الدور اللي تحت ده هيبقى مخزن التشيستات كله. ماشي، حط بقى هنا الحاجات اللي انت ايه مش محتاجها. هنا مثلا في التشيست ده، وزي ما انت شايف كده الخشب والحاجة وشوي الفرخة دي. وطلع كرافتنج حطها هنا، وعشان انا هحط الفرن جنبها. انما الأوضة اللي تحت دي أوضة التشيستات، مخزن يعني. اطلع بقى قتل شوف الحيوانات كده عشان الأكل وكده، انت محتاج أكل كتير. فقتل شوية في الحيوانات دول اهو زي ما انتوا شايفين. بقر بنروح ندور هناك، مفيش حاجة ورا. ايه ده انتوا بتغفلوني؟ كل ما بمشي من حتة بيترسبنوا فيها حيوانات. ادي خنازير، خرفان، بقر. ده انا معايا اكل يكفي حظيرة. انقل بس دون فوق، حطه هنا كده او حط ده. بصوا انا هشوي كل حاجة وارجع لكم. بس لو خلونا كده نروح نشوف لو في شوية حيوانات تانيين نقتلهم وكده، وبعدين نروح برضو نجمع رمل علشان عايزين نعمل ازاز. فطبعا نكون محتاجين رمل. فخلونا كده نجمع رمل. نلاحظ ان الرمل وقع. الرمل هنا بيبقى ماشي بحركة الرمال المتحركة، فطبيعي ان الرمل يقع يعني وكده. فهمتوا حاجة؟ والله اعتقد ان محدش فاهم حاجة من طريقة كلامي، بس قشطة يعني. زي ما انتوا شايفين المايه بتمشي وانا ما بتحركش. المايه كانت بتمشي. بس كفاية اوي استكرم يعني. استكرم لده كتير اوي 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 اوي. اهو ادينا حطيت ده، وهحط باقي الاكل يتشوي. هروح بقى وارجع لكم لما الاكل وكل حاجة واشوي كل حاجة وبتاع. طيب بعد ما شويت وعملت كل حاجة وبتاع، رجعت ونسيت ان انا حطيت الازاز ده. يعني نسيت اسجل وانا بحطه. هنا برضو عايزين نحط ازاز، يعني من حقنا نحط ازاز هنا. انا كسرت دي ليه؟ انا عايز احط الازاز على الحته اللي فوق دي. ماشي، فخلونا كده نحط الازاز. نجيب ده كده اهو، نقفل دي عشان نحط الازاز. يعني نقفله كده نقفله كده نقفله كده. نحط الازاز ونكرر نفس هذه الخطوة في الناحية التانية من فوق بقى. الفرن والكرافتنج هنحطهم هنا كده. نشيل دول نشيل دول. هاتلي كده البلوكات ده اهي. ماشي، حط كده. خش نام بس شوية عشان كده الدنيا ليل. عايزين نصحى الصبح، ولما نصحى الصبح ربنا يحلها. هنعمل هنا بلكونة. عايزين نعمل بلكونة، بس الأول عايزين نعمل حاجة سلابات عشان نعمل بيها البلكونة. يلا بينا كده نعمل البلكونة. زي ما انتوا شايفين كده بكسر بقى عشان ابدأ اشتغل في البلكونة. فحطيتها من تحت كده، وهو في الجناب في الجناب في الجناب. حطيت في الجناب كل حاجة. كبر دي 5. واحد هتزيد واحد هيبقى عايزين فنس. هات الفنسات هات الفنسات. حلل، هات خشب، هات 9 فنسات. حطهم كده واقفلهم. وطبعا كده اي حد طبيعي عايزين دور. فالدور هنحطه كده وهنقفله. هننزل تحت في الارضي. هنتلاقي ان احنا كان عندنا بابين تحت، عشان ده كان باب زيادة وكان في باب زيادة تحت. فانا لما مسكت باب كان باب زيادة، فانا كان معايا باب. فلما نزلت تحت اتلاقيت باب. عايزين ننزل تحت نعمل مزرعة. الكريمة تفتكروا هنفجر فيا؟ يا كلب يا كلب يا كلب. ماشي يا حبيبي تسلم. الانفجار هناك ده ما فيهوش مشكلة. انا مشكلتي كلها ان انا متعصب قوي في البتاع ده. ده اتكسر مش مهم. هات ده واقفل ده. شيل دي عشان انت حطيت غلط. اطلع من فوق، اقفل دي، حط دي. شوف لك شوية ديرت، هاتلك ديرت. ماشي، حط كده ده. اقفلها بقى. من حقك تقفلها برضو. انت من حقك يعني. انت مالكش نفس ليك نفس. خلينا بقى نكسر شوية من ده علشان بحاول
اصلحها. خلينا كده نصلح الدنيا عشان نعمل هنا مزرعة صغيرة كده. طيب كده خلونا نكمل اهو. بنحط الديرت زي ما انتوا شايفين، ورحت اكسر الديرت تاني، قلت ما بدل الكريبر ده بدل ما يجي ينفجر هو كمان، اصلا هو شكله عايز ينفجر برضو. الكريبرات هنا تقريبا بيسيبوا المنطقة كلها وسط. حطيت هنا دول علشان بتاع، عشان اظبط دي بادئ من اول هنا وكده كده 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 كده. طالما ظبطت دي المفروض بقى ترجع لورا برضو، تبقى من على اول الخشب. دي هنعملها كده، وهنسيب هنا يبقوا بابين نعمل بيهم الباب بتاع اللي هو شبه الفنس ده، اللي معرفش اسمه ايه، اوجيت اوجيت فنس. طب يلا بينا كده، خلونا نحطها. قبل ما ننهي بس الحلقة، في واحد حابب ينهي نهايته الخاصة، تعالى اتفضل. شكرا. هبقى انا اصلحها حبيبي ولا يهم. طيب بس كده، ده يكون نهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك، سبسكرايب، وفعل زر الجرس، وساعدني على الهدف ان انا اوصل 1000 مشترك قبل رمضان وبس. باي باي.